يا رب الجميع يكون بخير. نسمي بسم الله ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفع بنا يا رب العالمين. النهارده جايين نعمل حاجه جميله بدأت تحلو. انا ما بحبش اجيب الملوخيه، ما بحبش اجيب الملوخيه اللي هي الصغيره دي، بتاعه الصوب، بتبقى كلها طينه وبتبقى صغيره ما بتبقاش حلوه، ما بتعملش عرق. احنا بنجيب الملوخيه بدأت تحلو شويه يعني، عشان احنا بقالنا مده ما عملناش الملوخيه. يعني كنا بنعمل الملوخيه الناشفه بتاعتنا، بجيبها لما بجيب الملوخيه تكون الورقه بتاعتها حلوه وكبيره كده وخضره وجميله. ولما اجي اقطف ما باخدش اخدهاش ورقه ورقه، لا العنق بحاله كده، عشان ده اللي بيعمل لي العرق. الملوخيه تبقى تقيله، ما تبقاش مفروله مني وبتسقط تحت، عشان في ناس كتير بتشتكي منها. يبقى عندي شويه شوربه حلوين كده اهو، هقطفها بالله عليكم باول غسيل، عشان دي لسه برضو اللي كان فيها طينه كتير. انت بتقولي للراجل يقصلك الطينه دي قبل ما تيجي بيها من البيت، بيشيل كميه كبيره منها يعني. لو جبت كيلو بيصفصف على نص كيلو او اقل. تكون حلوه كده وورقتها عريضه، ولسه هي ان شاء الله باذن الرحمن تحلو ويجعل لنا نصيب في عمايلها ان شاء الله، ونشتريها ونعملها وناكلها بألف هنا والشفا دايما يا رب، هو اكرم الاكرمين. نجيب الملوخيه حلوه كده ونقطفها ونغسلها بقى مرتين ثلاثه. انا بعومها في طبق حلو كبير زي ده كده مره واثنين وثلاثه. شوفوا دي انا غسلاها من الصبح بدري جدا، الميه بتاعتها لونها اخضر مش غامقه، دي اللي كان ماء المصفى بتصفي فيها. مرتين ثلاثه بس، ما اعصرش الملوخيه، المها بس كده عشان ما تمزلقش وتنزل سبحان الله اللي هي الماده اللي هي بتعمل العرق فيها. دي مهمه ومفيده جدا جدا يعني، ما حدش يقول لا فيها حاجه غلط. بس انا احطها اعومها في الميه والم، احط في مصفى تصفي، وبرجع واغسل الطبق وارجع هكذا مرتين 3 4 مرات، يعني اقل حاجه 3 مرات اغسلها واسيبها تتصفى. وبلاش يا حبايبي الحاجات اللي الناس بيقولوها حطيها في الغساله، ومينفعش هدومنا هدوم الناس الملابس الداخليه والحاجات احط فيها اكل عشان انشفها. وبعدين ليه انشف الملوخيه ليه يعني؟ ايه السبب يعني ان انا مش لاقيه سر في ان الملوخيه انشفها. انا اسيبها بس تتصفى كده، بتبقى حلوه كده وجميله بامر الله. وابقى مقطفاها كويس، ويبقى عندي شويه شوربه حلوين بقى على النار اوطي عليها زي ما هي باينه كده، مش عارفه باينه ولا لا. هنا حاطه الشوربه بتاعتي اهي، شويه شوربه حلوه، ونسيبها تغلي على النار. هوطي عليها انا بقى عشان ايه؟ احنا لسه بدري لما نخرط الملوخيه بتاعتنا. الملوخيه اهي مغسوله وزي الفل. واجيب كيس نضيف من بتاع السندوتشات واحط فيه الايه الملوخيه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اخرطها فيه سهل انك انت تخرجيها بسرعه وتلميها بسرعه، ما تفضلش تبحتر منك، ولا تجيبي سكينه عشان تنزلي اللي على المخرطه او ولا اي حاجه. في ناس بيعملوها في الكبه بس انا مش بحبها. انا جربتها بتعمل زي رغاوي كده، بتبقى مش يعني، متفكروش ان النفس ده بيجي من الساهل، لا ده من مجهود والانسان يعني مش كل حاجه نستسهلها. يعني اللي بيحب يعملها في خلاط او اي حاجه يعني يعمل براحته، دي راحه نفسيه يعني. الملوخيه بتاعتي كده واسويها بقى في الكيس، هتتخرط وتبقى زي الفل. وبعد كده نفتح الكيس، اطلع بس اي هوا كده. وبعدين وهي ملمومه كده، ملمومه بالطريقه دي ممكن تديها لاي حد من ولادك، مش هيبحتر بقى ولا يعني ذروه الدنيا ولا اي حاجه. بيحبوا يعملوا ساعات الحاجات دي لو ربنا هديهم يعني، لكن ربنا يخلي الموبايل محدش بيرضى يعمل حاجه لحد دلوقتي. اهو طلع بس الهوا عشان الكيس ما يتقطعش، واربطه كده. وانا حاطه هنا فوطه، لازم تحتيه فوطه عشان ما يتقطعش الكيس. واخر واسيبه مهوي يعني اي ما تخافوش يعني. وانا بخرط كده مش هقول انها هي حاميه. سكينه المخرطه هتقطع الكيس ويدخل جوه الملوخيه ولا حاجه، لا ما تخافوش. واللي عنده طبق او اي حاجه وعايز يخرط عليه براحته، بيبقى سهل عليا بقى ان انا عملت كده، اقدر اعمل على الناحيه التانية ايه برضه. اخرط بقى. طبعا الملوخيه بتبقى التقليه بتاعتها حته زبده حلوه كده محترمه،
او شويه زيت عباد اللي بيحب الحاجه تكون خفيفه يعني. ما يكونش يعني حاجه تكون ليها ريحه كويسه. عشان كده انا دايما الطشه الاخرانيه دي دايما لازم زيت يكون نوعه كويس، ابقى متاكده منه يعني ملهوش ريحه صعبه ولا اي حاجه. ومعلقه كزبره حلوه كبيره كده جميله، وربع شطه. واعمل التقليه بقى زي ما هنشوف باذن الرحمن. بس انا اخلص خرط الملوخيه عشان ما اطولش عليكم، وكون الشوربه بتاعتي غليت. السلام عليكم. احنا رجعنا اهو، عملنا الملوخيه بتاعتنا وخرطناها، والله ما خدت مني دقيقتين، اسرع. وادي المخرطه بتاعتي نضيفه زي الفل، حتى مش هغسلها. الاول كنا بنخرطها على طبق او على بلانشة او على الرخامه، ونغسل الرخامه قد ايه والحاجات وتطير مننا وتفرفت ولا اي حاجه. وهي مجرد ان انا ببص عليها كده بعرف انها هي كده كفايه الخرطه. يعني كل واحد بيخرط حسب اللي هو عايزه، زي يا رب يكون باينه اهي. وبعدين انا دلوقتي هخزن الملوخيه. انا خرطتها اهو، جبت الملوخيه زي ما انا عايزاها، الكميه اللي انا عايزاها. بس استنى لما ترخص شويه عشان نجيب 10 جنيه الكيلو، وفي ناس بيبيعوها ب12. زي ما هي كده في الكيس بتاعها زي ما هي، واروح لفه كده. واللي عايز يعملها مكعبات، في ناس بتعمل كل اللي يعوز طبق طبق براحته. الف الملوخيه بتاعتي كده واشيلها فين. ادي الملوخيه، يبقى عملتها وخرطتها بمنتهى السهوله، واشيلها في الفريزر بتاعي في منتهى الجمال وفي منتهى السهوله. مفيش اسرع من كده يعني، اسرع من كده مفيش. اجي تخزين الملوخيه من غير ما لا حطينا في غساله ولا حاجه، ولا هنكون زروطنا الدنيا. والفوط والحاجات بتاعتنا متشاله زي الفل زي ما هي. والمخرطه بتاعتنا خلاص خلصت، مش هتاخد مننا الا غير حاجه واحده بس، ان انا مش هتاخد مني حاجه واحده بس الا غير ان انا اللهم صل على النبي اقطفها واغسلها بس. ده اللي هتاخده مني الملوخيه. ودي كده يبقى عملت الملوخيه وخرطتها بمنتهى السهوله من غير غساله ولا كيس مخده ولا اي حاجه من الحاجات دهيت. واحفظها في التلاجة زي ما انا عايزه وبالكميه اللي انا عايزاها. يا رب اكون عملت حاجه كده تفيدكم. ده من ناحيه خرط الملوخيه ازاي وتفريزها، وان شاء الله نعملها مع بعض ونوريها لكم. السلام عليكم. احنا رجعنا، ادينا خرطنا الملوخيه بتاعتنا بكل سهوله والدنيا نضيفه اهو. انا هعملها فيديو لوحديها دي يعني عشان مهمه جدا. هنكمل بقى الملوخيه بتاعتنا، وبعرف انها الخرطه اللي انا عايزاها، بس مجرد من ان انا بمسك كده والكيس ما تقطعش اهو، سليم زي الفل اهو. وانا قلت ازاي نخزنها، ان شاء الله هنزلها باذن الرحمن اهو. امشي الملوخيه كده، متخافوش يعني محدش يقول الكيس ضعيف ده بتاع سندوتشات هيتقطع. لا، مفيش حاجه من دي هتحصل. واحط الشوربه بتاعتي بقى على النار بالظبط عبال ما الشوربه تغلي اكون انا خرطت الملوخيه يعني اهو. اهو الملوخيه مفيش حاجه بتطلع في ايدي، الكيس يعني ما تقطعش، والدنيا نضيفه ومفيش كركبه زمان دي نقعد نغسل 10 ساعات في الرخامه عشان ننضفها. وفي نفس الوقت لو انا هفرزها زي ما انا هنزل باذن الرحمن في الفيديو زي ما هي كده في الكيس. والفوط بتاعتي اشيلها نضيفها. هقرب بقى عليا الحله. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرب احنا كده كمان اهو. افتح الكيس بقى بتاعي بتاع الملوخيه. انا حطيت بس هنا معلقه توم صغيره واعلي النار وما كترش الشوربه في الاول. اهي الشوربه بتغلي، انا هوطي سنه بقى عشان دي ملوخيه خضراء ما بتحبش تغلي كتير. انزل الملوخيه بتاعتي بمنتهى السهوله. كل حاجه قدامكم اهي اهو، اي حاجه فيها عشان حرام. بس ادي الكيس ما فيهوش يعني الا غير قصات خفيفه. والمضرب السلك بتاعي اعلي بقى النار. بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى خضرا وجميله بامر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. افككها من بعض، يا رب يكون باين
بس هي لي انضف من ان انا اقول احطها في الخلاط واحط عليها ميه سخنه واضرب، اسهل في الكيس وانضف. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. انا خلاص ده كده شكرا المضرب. نجيب بقى معلقه عاديه مش خشب يعني، بصوا كل واحد بقى يخرطها ايه، احنا بنحبهاش خفيفه اهو. تقلب واحده مره واحده بس الملوخيه الخضراء. اولع العين اللي هناك. انا حاطه بقى في الطاسه معلقه زبده وحبه زيت اهو. هسيبهم يسخنوا عبال ما دي تتعمل، عشان بيحبوا الاتنين يتعملوا ورا بعض. الملوخيه بتاع شهير، اللهم صل على النبي. الرغوه دي انا هشيل على جنب كده اهو. بصوا خضره وجميله ازاي. اجيب بس طبق اشيل ايه ده مكان المضرب طبعا، الهواء اللي بيدخل ده اشيل كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اي حاجه على الوش كده اهو اهو. اشيل اوري بقى ايه التقل بتاعها. انا سايباها بس تغلي مره واحده. اللهم صل على النبي. الخضار بتاعها بصوا، اللهم صل على النبي. والعرق ده بيجي من طريقه التقطيف اللي انا قلت لكم عليها. مش هشيل اقطفها ورقه ورقه، لا، احطها هنا تغلي بسرعه اهو على عيني اللي اعلى، واقرب لي انا تجي بس يسخن حلو كده. هنزل بقى بالثوم بتاعي اللي احنا مفرزينه، حبه ثوم حلوين كده اهي عشان تشوفوها. هي هتغلي مره وخلاص. اللهم صل على النبي. تغلي مره واحده بس اهي. بدأت تغلي اهو اهي تغلي. اركنها بقى على جنب واطفي النار واتاكد من هنا. ادي الثوم بتاعي اهو، يا رب يكون باين اهو. قرب. وهحط بقى الكزبره بتاعتي معلقتين حلوين كده. الملوخيه روحها الكزبره، حبه شطه صغيرين اللي ما بيحبش، بس هي بتبين الطعم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. اصفي الثوم اهو. صراحه الملوخيه بتطلع بتنقذنا في الصيف، اخف اكله. يبقى انا مع الحر وما شاء الله الشتاء طول وبعد كده جه مره واحده الدنيا حررت. تاني برضه عايزه ااكد على دي انها بصوا ما شاء الله خضره ازاي يا بنات وتقيله. اوعي تعمليها خفيفه، تبقى كانها شوربه اصلي الخفيفه دي. الريحه بقى مش قادره اوصف لكم، اللهم صل على النبي. تبقى ذهبي بس. خلي بالي من الحروف عشان ما تتحرقش. الثوم ما بيحبش يتحرق. الحمد لله اهو. كتر خيرك كده جدا. اطفي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي.
اللهم صل على النبي. ادي الملوخيه بتاعتنا، ادي بقى الكبشه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. معرفش الدخان. الحمد لله ما شاء الله. حبه ملوخيه اللهم صل على النبي، عشان ما نسيبش اي حاجه، ودي بتدي الايه النكهه والريحه دي اهي. يا رب تعملوها وتجربوها، هي بطريقتها الجميله دي البسيطه جدا وبس بتبقى طعمها جميل. الحمد لله احنا مشهورين يعني بعمل الملوخيه. ان شاء الله يا رب تكون جميله وتجربوها وتقولوا لي رايكم ايه، ويا رب اكون بعمل حاجه مفيده تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله.